السلام عليكم، اهلا مشتركي قناة زوم مغربية. اذا كيف ما كنعرفوا ففريق الرجاء مثل باقي الفرق اللي غادا تشارك في البطولة الافريقية، لا عصبة الابطال لا كأس الكونفدرالية الافريقية، باقمصة ديالهم فيها خريطة المغرب. في الخبر اللي انتشر في الفيسبوك، واللي حاولت صراحة أنني نتبين من الصحة ديالو، يعني عبر شي موقع رسمي أو شي صحيفة مغربية رسمية، لكن ما لقيتش. ولكن المصدر الوحيد اللي لقيت هو هذا الصحفي الجنوب إفريقي اللي سميتو ميكي جونيور، واللي هو مدون. كيف ما كتشوفوا راه الصفحة ديالو اللي هي فيريفيد عبر منصة اكس، واللي قال يعني كترجمة لهاد هاد البوست هذا اللي حط، قال على ان اللاعب الجزائري يسري بوزوق رفض اللعب غدا ضد الجيش الملكي الا اذا ارتدى قميصا تحجب فيه خريطه المغرب. حنا كيف ما كنعرفوا بان المواطن الجزائري يضيق عليه الخناق في مثل هذه الامور، خصوصا داخل الجزائر. لكن بما انك محترف وعندك عرض احترافي وكذا وكذا وكذا، فراه كنلقاو لاعبين، يعني لاعبين كيلعبوا في اوروبا، واي حاجه كاينه تما في القميص كيلبسوها. حيت المره الاولى انت ولا ولدي سينيتي على هذا، على انك تلعب مع فريق مغربي، وهو اللي اعاد لك الاضواء. ولاو افكار على انه بزاف ديال الجزائريين كيقولوا على ان هذا بوزوق خصو يلعب مع المنتخب. شخصيا انا رجاوي، ولكن يسري بوزوق هاد السنه غير، يعني ماشي كيف ما السنوات الماضيه. الاداء ديالو في تذبذب. نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو انه رفض يلعب بالخريطه ديال المغرب على القميص. هذه كيسميوها البساله. فبالتالي يجب عمل حد لهؤلاء الجزائريين اللي كيجيو يلعبوا كره، يعني يديروا معهم قوانين. حيت كاين الحمد لله عندنا مواهب، وكاين عندنا بزاف ديال اللاعبين، وهذه ماشي هي المره الاولى. كنظن حتى مع فريق الوداد في السنوات الماضيه، يعني مجموعه من اللاعبين لقاو معهم مشاكل، لا عن طريق العقود، لا عن طريق يعني بحال ما كانت ديال الاقمصه. ف لكن يعني هذا الخبر صحيح 100%، مع العلم ان الصحفي راه يعني راكم شفتوا التدوينه ديالو، يمكن لكم انكم تحققوا منها في الحساب ديالو. فصراحه خاص تكون قوانين زجريه، قوانين لوضع حد لمثل هذه التصرفات، لان الفرق المغربيه معروفه بانها تمثل الوطن، والوطنيه ديالنا معروف على انها من الاشياء المقدسه اللي عندنا. فتبارك الله عليكم والى اللقاء.